تريدون الدنيا يا ضعاف الإيمان من سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون الدنيا ممن يتهمون القرآن ويدوسون القرآن. ألا أف وتف لهذه العقول السخيفة الذين يطالبون بقدوم الحوثيين إلى بلادنا، إلى أراضينا، إلى مدننا. ولا زالت بلادنا بلاد عدن إلى اليوم تنزف دما. لا زال آثار الدمار حسيا ومعنويا في بلاد عدن من الحوثيين. فلم ينسى العدنيون ما فعله الحوثي ولن ننساه. لن ننسى ما فعل الحوثي في عدن، ما فعله بالتواهي بأكثر من 500 عائلة، ضربهم في البحر ليموتوا غرقا. لم ننسى ما فعله في بلاد عدن، لن ننسى ولن ننسى ولن ننسى. إلا أن هؤلاء عقول، هؤلاء أصحاب عقول فارغة، همهم الدنيا، فالدنيا ستذهب ستزول. فأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لنا ديننا. والله لما دخلنا المكلا رأينا شعار كبير الذي قرأناه مكتوب حب الصحابة من الإيمان. والله فرحنا، والله فرحنا لتذهب الدنيا، لتذهب الدنيا بكلها ويبقى لنا القرآن، يبقى لنا أصحاب رسول الله ندافع عنهم، نترضى عنهم. يبقى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، تبقى لنا أمنا عائشة، تبقى لنا زوجات رسول الله. أم تريدون أن يأتي الحوثي ليسب أصحاب رسول الله من على منابرنا ومن داخل مساجدنا وأن ينتهك أعراضنا؟ أترضون هذا الأمر أن يفعل ما يفعله الآن في صنعاء وذمار وفي كثير من المناطق الشمالية؟ ما تسمعون عنه وما لم نسمعه أعظم. فينبغي علينا أن نسعى جاهدين لأن ندفع شر الحوثي. وهذا لله الحمد أهل السنة والجماعة. شكر الله لشيخنا أحمد عثمان هذه الأيام ما شاء الله، والشيخ حسين الحطيبي في كل محاضرة، في كل كلمة، في كل خطبة على رأس الحوثي. لهم مشايخنا وعلماؤنا. وهكذا تسمعون من شيخكم أبي بلال، من شيخكم أبي بلال كلام قوي، ومن علمائنا أجمعين كلام في التحذير من الرافضة الحوثة. فإن بين أهل السنة والجماعة ثار مع الحوثي، ثار عقيدة، ثار منهج، ثار إسلام وكفر. فلا ينبغي أن ننسى ما فعله الحوثيون، ما فعله الحوثيين لا ننسى ولن ننسى بإذن الله. فلا زلنا إلى اليوم نتألم، ولا زال إلى اليوم كثير من مشايخنا مشرد لا يدري أين يذهب، أسرته خارج وهو هنا أو العكس. لا زال إلى يومنا هذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى يعاني من البلاء، من الشدة، يعاني من شدة هذا العدو الظالم وغيره. قتلوا ولده، قتلوا أخاه، قتلوا طلابه، قتلوا أعز طلابه، الشيخ كمال، الشيخ سعيد، الشيخ أبي بلال، قتلوا خيرة المشايخ. أفتظنون أن أهل السنة سينسى ما فعله الحوثي بهم؟ لا والله لن ينسوا. أكرر الشكر للشيخ أبي بلال ولكم جميعا. سامحوني على الإطالة وعلى التقصير في الأداء والإدانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.